السبيكر ده جهاز بيحول الإشارات الكهربائية لصوت. جواه في حاجة اسمها فويس كويل ومعاها مغناطيس. الاتنين دول بيعملوا زي موتور كهرومغناطيسي. أول ما التيار يعدي في الفويس كويل بيعمل مجال مغناطيسي بيتفاعل مع المغناطيس التاني، بيخلي الفويس كويل يتحرك رايح جاي بسرعة. الفويس كويل ده بيهز الدايافرام اللي هو شكلها مخروطي، والهزة دي بتزق الهواء وتعمل موجات صوت. الموجات دي بتوصل لودنك والمخ يترجمها على إنها صوت. الدايافرام في نظام تعليق مرن، ده بيخلي الهزات ثابتة ومرنة في نفس الوقت. وفي كمان غطا بيحمي الأجزاء الداخلية من التراب. درجة حدة الصوت بتحدد بسرعة الاهتزاز اللي هو التردد، والعلو أو الوطي بتاعه بيتحدد على حسب قوة الاهتزاز اللي هي السعة. لما الآلات الموسيقية بتطلع صوت هي بتعمل موجات معقدة بتجمع كذا تردد مع بعض، وده اللي بيديها الطابع المميز أو النغمة الخاصة بيها. ولما أكتر من آلة تعزف سوا موجات الصوت بتتشابك وتعمل طبقات غنية وممتعة. ودن الإنسان بتسمع الأصوات من حوالي 20 هرتز لحد 20,000 هرتز. الأجهزة الصغيرة زي الهيدفونز بيبقى فيها سبيكر واحد بيطلع كل النغمات، لكن الأنظمة الكبيرة بتوزع الترددات على أكتر من سبيكر عشان الصوت يطلع نقي وقوي. هل كنت تعرف كل المعلومات دي عن السبيكر اللي انت بتشغله؟ قولي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.